يا مساء الفل ويا مساء الجمال. طاجن المكرونة باللحمة المفرومة في الفرن، الأكلة اللي ما بيختلفش عليها اتنين من محلات الكشري. هنعملها مع بعض النهاردة في البيت خطوة بخطوة وبمنتهى السهولة، وفعلا ما كدبش اللي قال إن الأكلة دي بتتعمل في دقايق. طعم وريحة فعلا زي بتاع محلات الكشري، بس طبعا بنظافة البيت، ولا أسهل ولا أجمل من كده. يلا بقى مع بعض نشوف مقاديرنا عبارة عن ايه. معايا لحمة مفرومة ربع كيلو، ومكرونة فرن الكمية اللي بتحددوها، وعلى الربع كيلو اللحمة المفرومة بناخد بصلتين مفرومين وتوم مفروم وفلفل حار. واما التوابل فلفل اسود، مرق دجاج باودر، بابريكا، جوز الطيب، كزبرة باودر، ومعايا صلصة طماطم، وكمان معايا معلقة سكر مهمة جدا عشان تعادل حموضة الطماطم. تعالوا بقى مع بعض نشوف خطوة بخطوة هنبتدي ازاي. اول حاجة هنعملها هنعصج اللحمة المفرومة. بنجيب حلة على النار وننزل فيها بشوية من الزيت، وبعد كده نحط البصلتين المفرومين اللي قلنا عليهم. طبعا لو حابة في الخطوة دي تعصجي بزيادة شوية وتشيلي الباقي في الفريزر، طبعا ده يبقى كويس جدا، يكون جاهز عندك، والباقي بنكمل بيه الأكلة. بعد ما نزلت البصلتين المفرومين بحط عليهم فصين من الثوم المفروم، وبعد كده بنحط فلفل حار. طبعا ده خطوة اختيارية، بس طبعا الطاجن ده معروف جدا في محلات الكشري دايما بيبقى سبايسي. هنقلب بقى كويس الكلام ده كله مع بعض لحد ما يتشوح كده والبصلة تصفر. على طول هنزل باللحمة المفرومة وهقلب كويس. هستنى لحد ما تاخد اللون الوردي كده واللون الأحمر ده يختفي تدريجيا، وبعد كده هبتدي أحط التوابل بتاعتي. اللحمة ابتدت تدخل اهي في السوا معانا، لونها ابتدى يتغير. قلبناها مع البصل وكمان الثوم والفلفل الحار. اول ما يغير لونها كده هنبتدي نحط التوابل الاساسيه معانا: فلفل اسود، مرق الدجاج باودر، جوز الطيب، جنزبيل، ورق لورا، عيدان من القرفه. اما بقى التوابل الاختياريه دي اضافات بس بتعزز من الطعم والنكهه جدا: توم باودر، بصل باودر، بابريكا، ممكن نحط كمان سبايسي توابل الكفته الجاهزه، ممكن نحط كمان قرفه باودر او قرنفل باودر، ده طبعا اختياري. بنقلب بقى اللحمة مع كل التوابل دي عشان تاخد من طعمها. وغطيت عليها وسبتها حوالي 10 دقايق، وزي ما انتم شايفين استوت تماما، وبقت ريحتها طبعا تحفة وطعمها جميل جدا، وبقت جاهزة للاستخدام. هندخل على طول على تاني حاجة، هنبتدي نعمل الصلصة بتاعة المكرونة. حلة على النار، حطيت فيها شوية حلوين من الزيت وكمان مكعب من الزبدة، ونزلت فيها ب3 فصوص من الثوم المفروم وعليهم فلفل حار، وهشوحهم مع بعض لحد ما الثوم يبتدي ياخد اللون الأصفر معايا أو الذهبي بالظبط كده. على طول هنزل بصلصة الطماطم، أنا استخدمت هنا صلصة طماطم جاهزة. لو عايزين تضيفوا معاها طماطم معصورة برضو هتبقى حلوة قوي. أنا كان متوفر عندي صلصة طماطم جاهزة، نزلت بيها على طول، وبعد كده ضفت عليها كوبايتين من المية المغلية. هقلبها بقى كويس كده وهسيبها لحد ما تغلي. اول ما تغلي هننزل بالتوابل، احنا عايزينها تغلي بس مش عايزينها تتسبك، عايزين نحتفظ بنسبة المية اللي موجودة فيها عشان هي دي اللي هتسوي المكرونة. اول ما ابتدت تغلي زي ما انتم شايفين نزلنا بالتوابل، عبارة عن فلفل اسود ومرق دجاج باودر وبابريكا وكزبرة باودر وجوز الطيب،
وما ننساش النقطة المهمة جدا، معلقة صغيرة من السكر عشان تعادل حموضة الطماطم. أما التوم البودر والبصل البودر ده اختياري. وهقلب كل ده مع بعض دقيقتين كده على النار، وهطفي عليها على طول وهتبقى جاهزة. ما ننساش احنا عايزينها مجرد تغلي بس وتاخد من طعم التوابل، مش عايزينها تتسبك. هنبتدي بقى ندخل على المرحلة الثالثة. هنجيب الطاجن بتاعنا، ممكن نستخدم طاجن فخار أو طاجن إزاز أو حتى الأطباق اللي هي الفويل اللي بزي بتاعت محلات الكشري. ونبتدي بقى نرص. أول حاجة هننزل بطبقة حلوة كده من اللحمة المفرومة ونسويها كده زي ما انتم شايفين. حطي بقى الكمية اللي انت عايزاها. طبعا ده حلاوة بقى ان احنا بنعمل الحاجة دي في البيت، بنتحكم في النسب براحتنا. ممكن محلات الكشري بيبقوا حاطين معلقة كده خفيفة والباقي مكرونة، هنا عايزة تكتري اللحمة المفرومة زي ما تحبوا. نزلت اول حاجة بكمية كويسة من اللحمة المفرومة، وعلى طول نزلت عليها بالمكرونة المش مستوية، انا مش سلقاها ولا حاجة، مكرونة نية كده من العلبة، الكمية طبعا اللي تحددوها. وعلى طول نزلت بالصلصة الجاهزة، طبعا مجهزينها بملحها بكل التوابل بتاعتها. بحط الصلصة لحد ما تبقى المكرونة باينة كده بالنسبة اللي انتوا شايفينها دي، يعني ما تبقاش المكرونة متدارية خالص من الصلصة، يعني نسبة معقولة، والمكرونة بقى شايفاها كده عشان اديلها مساحة ان هي تغلي وتستوي فيها. بعد كده هغطيها بورقة من الفويل، واكون طبعا مجهزة الفرن ومسخناه على درجة حرارة متوسطة. وهدخل بالطاجن بتاعي ده ادخله الفرن في الرف الوسطاني بالظبط كده نص ساعة، مش هتاخد معانا اكتر من نص ساعة. وادي الطاجن بعد ما طلعناه من الفرن بعد نص ساعة بالظبط زي ما انتم شايفين. ببتدي بقى اقلب الطاجن او البرام بتاعي في طبق كده عشان يطلع لي المنظر الخرافي اللي احنا شايفينه ده. احلى طاجن مكرونة باللحمة المفرومة، طعم وريحة لا تقاوم، والله نفس طعم محلات الكشري بل احلى كمان. طبعا هنبقى عاملينه في البيت، احنا متحكمين في التوابل اللي احنا بنحبها، في نسبة اللحمة المفرومة نكترها نقللها، نسبة الصوص بتاع الطماطم. فعلا فعلا اللي هيجربوا ويعملوا في البيت مستحيل يجيبوا تاني من محلات الكشري من بره تاني ابدا. لازم تجربوه وتمشوا بالخطوات اللي انا قلت لكم عليها، هيطلع لكم فعلا طعم ملوش حل. شايفين بقى شكل المكرونايه عامله ازاي؟ مستويه جدا، واخده من طعم اللحمه المفرومه، وبعدين هي طريه ومستويه، وكمان واخده النشفان بتاع الفرن. حاجه كده روعه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم مستنياكم بقى تعملوا لي لايك وتعملوا سبسكرايب، تشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل الفيديوهات وكل جديد انا بعمله، وتشيروا الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. أنا اللي بيشوفني لأول مرة، أنا سارة علاء، بعمل فيديوهات للأكل على اليوتيوب والإنستجرام والفيسبوك. ميرسي قوي ليكم، باي باي.